بيكم في الجزء الثاني من كتاب علاقات خطرة. باختصار شديد ومن غير أي مقدمات، في 3 بني آدمين غير بعض عايشين جواك في اللحظة اللي بكلمك فيها دلوقتي. يعني جسمك عامل زي ما يكون شقة فيها 3 أوض منفصلة، كل أوضة فيهم عايش فيها بني آدم غير التاني، وكل واحد فيهم له حياته وذكرياته وتصرفاته الخاصة بيه لوحده. وفي كل موقف بيحصل في حياتك، واحد من ال3 دول بيتحكم وبيسيطر على ال2 التانيين، وهكذا. اللي بيطلع منك وانت في حفلة أو فرح أو رحلة مع أصحابك اسمه الطفل بتاع حضرتك، ساكن جواك من أيام طفولتك، وبيطلع ويشم نفسه وقت اللعب والهزار والفرح والتنطيط. الطفل ده هو نسخة منك وانت صغير، بتخزنها جواك وبتتحكم فيك في الوقت المناسب. وقتها بتكون طفل أو في حالة طفولية، تسمع وتشوف وتفهم وتستقبل وتتصرف زي ما كنت في طفولتك بالظبط، تتحرك بمرونة وليونة وحرية، تفهم وتستوعب بالراحة ومن غير تشنج ولا تعصب، تتصرف بتلقائية وعفوية، تلعب وترقص وتسرح بخيالك وتبدع بدون حدود. الشكل ده من الطفل الداخلي اسمه الطفل الحر، عشان هو فعلا حر زي ما خلقه ربنا على فطرته قبل ما يتربى ويتشوه ويتكيف على اللي ابوه وامه عايزينه. ساعتها بيكون ليه اسم تاني وشكل تاني اسمه الطفل المتكيف، وده برضو ساكن جواك. الساكن التاني اسمه الوالد، وده بقى يا سيدي الأب أو الأم اللي بيطلع من جواك وقت ما تكون في موقف يستدعي الحنان أو الأبوة أو الأمومة، موقف محتاج سماح وعطف وتفهم وعطاء، حالة مطلوب منك فيها تكون كبير، بيسمع ويسمح ويطبطب وينصح ويرشد، تحس باللي قدامك وتراعيه وتساعده وتقدر احتياجاته زي الأب ما بيعمل مع ابنه بالظبط. ده اسمه الوالد الراعي. وممكن الوالد اللي جواك يكون والد ناقد، وده لما بيطلع من جواك بيكون شخص قاسي ومش بيعجبه العجب، حد مش بيبطل نقد ولا لوم ولا أوامر ولا تعليمات. عايزة أقولك إن كل شخصية أو حالة من دول ليها طريقة كلام لوحدها ونبرة صوت معينة وطريقة في الحركة وشوية كلمات معينة خاصة بيها وتعبيرات وش مختلفة، وكأنها فعلا شخص منفصل بذاته. يعني لما تكون في حالة الطفل الحر بتتحرك ببساطة وبتستقبل بدون نقد ولا حكم، بتفكر بمرونة من غير كلاكيع ولا تعقيدات، وبتعبر عن مشاعرك بتلقائية. ولما بتكون في حالة الوالد الراعي بتطبطب كتير على اللي حواليك وتستخدم كلمات زي عايزة اساعدك أو عشان مصلحتك أو أنا أدرى منك وهكذا. في بقى حالة تالتة وأخيرة ساكنة جواك زي اخواتها وبتطلع منك في مواقف مختلفة شوية. الحالة دي اسمها البالغ، ودي بتطلع منك في المواقف اللي بتستدعي تحكيم العقل ووزن الأمور والتعامل مع الحقائق والواقع بأقل قدر من المشاعر. في الحالة دي انت بتقدر تظبط انفعالاتك وردود أفعالك من غير تلقائية الطفل ومن غير حنية أو قسوة الوالد. انت هنا كمبيوتر ما تعرفش غير المنطق والحسابات عشان توصل لرأي أو تاخد قرار، بتكون محايد وصريح وحكيم وهادي ومتزن. يبقى كده جوه حضرتك دلوقتي 3 حالات مختلفين، كل واحد فيهم بيتحكم فيك في موقف معين، وساعات بيكون بينك وبين نفسك في شكل صوت داخلي أو فكرة ملحة أو رغبة مجنونة أو إحساس بالذنب. وبالمناسبة ال3 حالات دول موجودين جوانا من واحنا صغيرين، يعني كلنا بنشوف البنت الصغيرة اللي بتتعامل بكل أمومة اللي هي حالة الوالد الراعي مع العروسة بتاعتها. مهم تعرف برضو إنهم مش بس 3 حالات، هما في الحقيقة أكتر من كده بكتير، بس دي العناوين الرئيسية والحالات المهمة. وهنا يجي السؤال اللي بيقول هو أنا مين فيهم؟ والإجابة هي إن حضرتك كلهم. على رأي شيرين أنا كتير، بس في كل موقف حضرتك بتكون واحد منهم، وده الطبيعي والصحي والمفيد. لكن لو في موقف معين طلع من جواك حد مش مناسب للموقف ده، يبقى ساعتها ده مرض نفسي ووضع مش طبيعي ولا صح. يعني لما يطلع الوالد الناقد من جواك في حفلة أو رحلة ويقعد ينقد ويلوم ويتكلم بلغة لازم والمفروض، ولما تلبس حالة الطفل الحر وانت في المحاضرة، يبقى ده برضه مش طبيعي. ولما تتحول للعاقل الراشد وانت قاعد مع حبيبتك وتكلمها بلغة الحقائق والأرقام والحسابات، يبقى تطلع على الدكتور النفسي على طول. يا ريت تكون شفت انت علاقتك ايه بأجزائك الداخلية، عامل ايه مع الناس اللي عايشة جواك. الحالات المختلفة بتاعتك متفاهمة ومتناسقة وبتحب بعض وبتعرف تخرج امتى ومع مين، ولا انت في خناقة داخلية عنيفة فيها أجزاء نفسك كارهة بعضها وانت رافض دي ومقاطع دي وعايز تتخلص
تخلص من دي. قابل نفسك كلها على بعضها بكل حالاتها وأحوالها، ولا مقسمها ومجزأها ومخليها حتت ملهاش علاقة ببعض. في حاجة كمان في علم النفس اسمها الطرح، وده معناه إعادة توجيه مشاعر وأفكار وساعات سلوكيات أو تصرفات ناحية حد معين في الحاضر، في حين إن أصلها ناحية حد تاني خالص في الماضي. المشاعر دي ممكن تكون حب أو كره أو غضب أو تقديس وغيره وغيره. الطرح أو الإسقاط ده ممكن يحصل في البيت وفي الشارع وفي الشغل وفي أي حتة. الكلام ده معناه إن ممكن حضرتك تحس بمشاعر ناحية حد وهي في الحقيقة ناحية حد تاني خالص. لما حضرتك تشوف واحدة في الشارع لأول مرة وتحس ناحيتها بحب مفاجئ وقوي وسريع ورهيب، وتشوف فجأة إنها أفظع بنت في الدنيا وأروع كائن في الوجود، وإنها مليانة حنية ورقة وملائكية من غير حتى ما تكلمها كلمة واحدة، يبقى ساعتها في احتمال كبير إن المشاعر دي تكون قديمة ومتخزنة جواك ناحية حد تاني خالص، حبيبة سابقة أو مدرستك زمان أو صورة والدتك المثالية. بلاش كده، لما رئيسك أو مديرك في الشغل يعدي من قدامك وينسى يقولك صباح الخير، تقوم حضرتك تحس بغضب شديد أو خوف غير مبرر، وتبدأ تتعامل معاه بشكل مليان جفا وعنف أو رهبة ورعب. يبقى غالبا الموقف البسيط اللي ما يستاهلش ده حرك فيك مشاعر قديمة ناحية حد تاني في حياتك، من أول مدرسك لغاية أبوك. عمالقة التحليل النفسي بيقولوا إنه مفيش علاقة بتخلو من جزء طرحي أو إسقاطي من اللي بنتكلم عليه ده، وإن العلاقة الصحية بتخلي الجزء ده أقل، والجزء الحقيقي هو الأكبر والأغلب. وأكتر وأشهر أنواع العلاقات اللي بتسهل عملية الطرح دي هي العلاقات اللي على النت أو من خلال الموبايل بس، اللي مش بتكون شايف فيها الطرف التاني وانت بتكلمه. ده بيساعد جدا إنك ترمي عليه من جواك كل المشاعر اللي متخزنة ومش لاقي حد تترمي عليه. طبعا الموضوع ده أعقد من كده بكتير، لأن الشخص اللي بتتعامل معاه ده وبتسقط عليه مشاعرك ممكن تحرك عنده شوية من المشاعر المتخزنة جواه هو كمان. فاحنا علاقتنا مع بعض مش احنا بس الشريك الأساسي فيها. طب أعرف منين لو كانت مشاعري وأفكاري وسلوكياتي ناحية حد طبيعية ولا طرحية؟ باختصار شديد، أول ما تلاقي مشاعرك ناحية حد كتيرة جدا وسريعة جدا وملهاش أي مبرر، أعرف إنك غالبا مش شايف الحد ده ومش بتتعامل في الحقيقة معاه، هو انت بتتعامل مع حد تاني من خلاله. الجزء اللي جاي أو الفصل ده هو الوجه الآخر للفصل اللي فات. يعني هنا مش انت اللي عندك مشاعر ناحية حد وهي أصلا بتاعت حد تاني، لا، هنا انت الحد اللي بتترمي عليه المشاعر دي وهي أصلا مش تبعك. بص يا سيدي، لا بص بجد، عايزاك كده بهدوء تبص حواليك، أو بصيغة أدق تبص على الناس اللي حواليك بالراحة كده. بص كويس، قرايبك، حبايبك، صحابك، مراتك، جوزك، وأي حد تاني. كل واحد من الناس دي جواه غالبا سيناريو قديم، يعني مجموعة أحداث حياتية اتعرض لها في مرحلة من حياته ولسه عايشة جواه زي ما هي، بنفس المشاهد والمشاعر والأفكار كأنها لسه حاصلة حالا. يعني حد لسه جواه شكل وتفاصيل علاقته بأبوه وإزاي كان طيب وحنين وصبور. حد لسه محتفظ بمشاعر خوفه من أخوه الكبير. حد مفتقد حبيبته الأولى. واحدة مش قادرة تنسى نظرات الشك اللي كانت بتشوفها في عين مامتها لما ترجع البيت متأخر شوية. واحدة مش قادرة تنسى الرعب اللي كانت حاسة بيه لما تاهت عن مامتها في السوق وهي صغيرة، وغيره وغيرها. دراما شغالة جوه كل واحد أو واحدة، مبنية على أحداث قديمة عدى عليها الزمن وفات. كل دراما من دول سايبة أثر، وكل حدث أو مشهد أو حكاية من دول سايبة رسالة نفسية مهمة وأساسية جدا في التكوين النفسي بتاع كل حد فينا. رسالة بيعيش بيها عمره كله وبيبني عليها حياته وبيتعامل على أساسها مع الناس. يعني حد وصلت له رسالة مضمونها انت ما تستاهلش، أو ما تستاهلش تتحب، أو ما تستاهلش تفرح، أو انت ما تستاهلش غير درجاتك في الثانوية العامة، أو ما تستاهلش غير اللي أنا اسمح لك بيه. حد تاني وصلت له رسالة بتقول محدش هيهتم بيك إلا لو كنت مريض، أو عايزانا نشوفك يبقى تجذبي انتباهنا على قد ما تقدري. حد تالت وصلت له رسائل مجملها ما ينفعش تعتمد على نفسك وأنا موجود، أو انت ما تقدرش لوحدك، أو انت هتفضل صغير على طول. حد رابع شبع رسائل من نوع اعمل كل حاجة تخليني أرضى، أو أنا مش هرضى عنك أبدا، أو مهما عملت كأنك ما عملتش حاجة. كتير من اللي وصلته رسائل بالشكل ده واللي جواه دراما
دراما عاملة كده ما بيكونش قدامه وقت ما وصلته إلا إنه يصدقها، لأنها غالبا بتكون وصلته من أقرب الناس ليه، وفي وقت وعمر وظروف تخليه ما يقدرش يعمل أي حاجة غير إنه يستسلم لها. مش بس كده، ده بيفضل طول عمره عايش بيها ومحور حياته عليها وبيتصرف على أساسها. والأصعب من كل ده إنه بيسعى طول الوقت إنه يحققها ويثبتها كأنها نبوءة ما ينفعش غير إنها تتحقق. وده لسبب بسيط جدا، إنه معرفش عن نفسه وعن اللي حواليه غير كده، ما تعلمش عن الحياة والعلاقات غير ده، وما كانش عنده أي بدائل يحمي بيها نفسه ولا أي اختيارات تانية. طبعا دي حاجة صعبة ومؤلمة جدا ومحتاجة شهور وممكن سنين من العلاج النفسي الحقيقي أو العلاقات الجيدة الطيبة، بس مش ده اللي عايزة أتكلم عنه أو ألفت الانتباه ليه. اللي عايزة أتكلم عنه هو الطرف التاني من القصة، الطرف اللي هتتحقق النبوءة على إيديه، لأن صاحب النبوءة هيختاره علشان يكمل الحبكة الدرامية. ما هو في رسائل وصلت، وفي مسرحية درامية متخزنة، وفي نبوءة لازم تتحقق، وفي بطل للقصة. يبقى ناقص مين؟ قول انت بقى. ناقص الشخص اللي هيختاروا البطل علشان يلعب الدور اللي ناقص في الحكاية، الشخص اللي هيحافظ على سير الأحداث في الخط المرسوم، الشخص اللي هيطمن البطل ان اختياره كان صح وانه كان معذور لما صدق اللي وصله، وما كانش وما عادش ينفع الا انه يكون كده ويفضل كده. بمعنى معظم اللي وصلته رسالة انت ما تستاهلش هيدور على شخص يعامله على انه ما يستاهلش. الشخص ده ممكن يكون صاحب او زوج او زوجة، ومعظم اللي وصلته رسالة انت ما تقدرش لوحدك هيفضل طول حياته يدور على حد يتسند عليه ويعتمد على وجوده، ومن غيره يحس انه ضعيف وقليل الحيلة. الحد ده ممكن يكون رئيسه في الشغل او مراته او حتى ولد من ولاده. ومعظم اللي وصلته رسالة انا مش هرضى عنك ابدا مش هيستريح غير لما يلاقي حد مش بيرضى ابدا مهما عمل او بذل مجهود، ويكمل معاه ويتشعلق فيه. كل اللي فات ده بقى مقدمة للي جاي دلوقتي. اللي عايزة اقولهولك وبكل وضوح ان كتير قوي من الناس اللي حواليك بيدور على حد يلبسه دور من الادوار المهمة والمؤثرة في مسرحية حياته. خلي بالك، احسن حد يحاول يلبسك دور غير حقيقتك. هتلاقي حد بيقولك انت اناني، مش بتهتم بيا ومش شايف غير نفسك، عشان يلبسك دور الندل الاناني الطماع ويأكد لنفسه رسالة انا دايما مظلوم. هتلاقي حد بيطلع منك كل شر ويستفز فيك كل غضب ويتصيد لك كل خطأ عشان يلبسك دور الشرير المتسلط المفتري ويأكد لنفسه رسالة كل الناس وحشين وأنا بس اللي طيب. هتلاقي حد بيشكرك عمال على بطال ويعبر لك عن كل الامتنان والعرفان من غير ما تعمل أي حاجة، ما يتحركش إلا بإذنك وما يتنفسش إلا بمشورتك، عشان يلبسك دور الشخص القوي المخلص ويفضل معتمد عليك ويأكد لنفسه رسالة ما ينفعش اعتمد على نفسي زي ما بيقولوا. هتلاقي اللي بيحاول يلبسك دور أبوه الطيب ويحرمك من حقك في الغضب والرفض أحيانا. هتلاقي اللي بيحاول يلبسك دور حبيبته القديمة من غير ما يشوفك ويشوف حقيقتك الأجمل والأحلى. هتلاقي اللي بيحاول يلبسك دور المجرم من غير أي وجه حق. هتلاقي اللي بيحاول يلبسك دور الجاني، واللي بيحاول يلبسك دور الضحية، واللي بيحاول يلبسك دور المنقذ. وانت ولا جاني ولا ضحية ولا منقذ، انت شخص عادي طبيعي غلبان. خلي بالك بقى وفتح عينيك كويس جدا. اوعى تلبس اي دور حد يحاول يلبسهولك. اوعى تكون انت الشخص اللي هيحقق النبوءة المشؤومة. اوعى تلاقي نفسك طرف في لعبة درامية بائسة لا هي بتاعتك ولا انت قدها. ولو ده فعلا حصل، الحق بسرعة وبدون أي تردد، اقلع الدور ده فورا وارجع نفسك اللي كنت تعرفها ومتأكد منها قبل ما تعرف الشخص ده مباشرة، وما تسمحش ليه ولا لغيره انه يلبسك أي دور أو يدخلك في أي مسرحية حياتية هزلية. اوعى تلبس وبس كده. أشوفكم في الحلقة اللي جاية. باي باي.